خد الصدمة دي. العلماء اكتشفوا مدينة كاملة تحت الأهرامات، مكونة من شبكة كبيرة من الأنفاق والهياكل الغامضة. لو الخبر ده صح فهو هيغير كل حاجة فاكرين إننا نعرفها عن الأهرامات وحضارة الفراعنة، وهيقلب علم المصريات كله رأساً على عقب. لكن السؤال المهم، هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد إشاعة جديدة؟ وإزاي قدروا يوصلوا لاكتشاف مذهل زي ده؟ امسك كوباية الشاي بتاعتك وتعالى نحكي الحكاية من الأول. الرواية الرسمية بتقول إن الأهرامات مجرد مقابر للفراعنة، لكنها من زمان محط جدل. في علماء بيقولوا إن السر الحقيقي للأهرامات أكتر من مجرد مدافن، وإن التكنولوجيا اللي بنيت بيها ما زالت لغز. هنا بقى ظهر بحث علمي نشره فريق من العلماء في دورية علمية موثوقة MDBI سنة 2022. البحث اعتمد على تقنية SAR، رادار الفتحة التركيبية، اللي بيخترق الجدران وبيكشف إيه اللي تحت الأرض من غير حفر. وباستخدام التقنية دي الباحثين قدروا يحددوا هياكل الممرات جوه وبره. لكن للأسف الرواية اللي انتشرت عن اكتشاف مدينة ضخمة وأنفاق عمقها 2 كيلو متر تحت الأهرامات طلعت إشاعة. مفيش أي مؤتمر صحفي يوم 15 مارس زي ما بعض التقارير قالت، ولا في اكتشاف بالحجم اللي تم تداوله. لكن الحقيقة مش أقل دهاشا. البحث الحقيقي كشف عن ممرين عملاقين صاعدين بزاوية 42 درجة جوه الهرم، واحد في الجهة الشرقية وواحد في الجهة الغربية، وممر أفقي بطول 90 متر داخل الهرم بيربط بين الممرات الصاعدة، وممرات نازلة تحت الأرض متصلة بممر أفقي تحت قاعدة الهرم مشابه لتصاميم معابد وأهرامات تانية، وممرات سرية متصلة بغرفة الملك، مما يعيد النظر في وظيفتها الحقيقية. غرفة جديدة غير مكتشفة تحت غرفة الملك، وتجويف سري فوق المدخل الأصلي للهرم. ورغم أن بعض التقارير ضخمت الأمور، إلا أن البحث العلمي الفعلي بيثبت أن الأهرامات ما زالت تخفي أسرار لم يتم اكتشافها بعد. فهل في المستقبل ممكن نكتشف حقائق أعمق وأغرب عن الحضارة الفرعونية؟ الأيام جاية وهي اللي هتجاوب على السؤال ده. تفتكروا الأهرامات مجرد مقابر ولا وراها لغز أكبر؟ مستنية رأيكم في الكومنتات.